يا هلا وغلا بكل اخواتي الموجودين هنا. مرحبا صوتيين في فيديو جديد. النهارده فيديو اسطوري. النهارده فيديو تسريبات تخص لعبة فري فاير في التحديث الجديد. تسريبات اسطورية وحاجات قديمة هتعود للعبة، حاجات بنحبها وسكنات خرافية بمناسبة التحديث الجديد وبمناسبة الذكرى السابعة لعبة فري فاير. النهاردة جبتلكوا بعض التسريبات وفي شخصية جديدة هتنزل فري فاير، شخصية يلا أسطورية. بينا نشوف التسريبات اللي معانا النهارده. قبل ما ندخل في التسريبات ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وانزل دلوقتي صلي على النبي في الكومنتات وادعوا لاخواتنا في فلسطين. معانا اول تسريب وهي عودة الطائرة الشرعية بتاعت زمان وذكريات زمان بتاعت الطائرة، ولها ذكريات عديدة. خش بقى التسريب التاني، دي سكنات بتاعت الحدث السنوي تخص لعبة فري فاير. سكنات اسطورية زي ما انت شايف كده، في سكنات أسطورية وسكنات تانية هتظهر قدامك دلوقتي. بدر السكنين دول هينزلوا في التحديث الجديد بمناسبة الذكرى السابعة للعبة الفري فاير. ونخش التسريب التالت، وديت الصور بتاعة لعبة فري فاير في التحديث الجديد من الواجهة واللوبي والشكل العام للعبة فري فاير. ونروح للشخصية الجديدة اللي هتنزل في التحديث الجديد. زي ما انت شايفها دي صورة للشخصية اللي هتنزل في التحديث الجديد. ونروح التسيب التاني في مود جديد هينضاف للعبة، ودي صورة من المود الجديد اللي هينضاف في التحديث الجديد في لعبة فري فاير. ونروح للتسريب الأخير وهو المركبة جديدة زي اللي انت شايفها قدامك دي اللي بتنزل منها من الطيارة، برضو هتنزل في التحديث الجديد. كده جبتلكوا ملخص بسيط للتسريبات اللي هتحصل في التحديث الجديد بمناسبة ذكرى السابعة لعبة فري فاير. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في لعبة فري فاير. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. كان معكم أخوكم سوسته، سلام.